خطوبة مفاجئة لنادين نسيبنجيم في عيد ميلادها. فوجئت الفنانة اللبنانية نادين نسيبنجيم بعرض زواج قدمه حبيبها خلال احتفالها بعيد ميلادها. ونشرت نادين نسيبنجيم فيديو لحبيبها ويركع على ركبتيه ليقدم لها خاتم الزواج، وظهرت وهي تبكي متأثرة بهذه اللحظة الرومانسية. وكتبت نادين نسيبنجيم تعليقا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستجرام لتعلن من خلاله خطبتها: اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالحياة والحب، لقد قلت نعم. وكانت نادين نسيبنجيم تحدثت لأول مرة عن خطيبها وسبب تأخر إتمام زفافها. وخلال لقائها مع برنامج MBC Trending قالت نادين نسيبنجيم إن سبب تأخر إتمام حفل زفافها هو كثرة الالتزامات والانشغال في الفترة الأخيرة، والتي تقف عائقا أمام ذلك الأمر. وقالت نادين إنها منشغلة بالكثير من الارتباطات المهنية خلال هذه الفترة، ولم تنتبه لأي أمور شخصية حتى تنتهي من أعمالها. وعن خطيبها الجديد قالت إنها قررت ألا تكرر أخطائها القديمة، لذا عاشت تجربتها كاملة بعد الانفصال. وقالت عنه إنه شخص مقرب منها وقف بجانبها في العديد من الأزمات وهي تثق فيه جدا. وعلى جانب آخر تشارك نادين الفنان قصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا، ويتكون من 15 حلقة. ويشار إلى أن نادين شاركت مؤخرا في حملة دعائية لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، وكان معها في الإعلان النجوم هند صبري وعمرو سعد وهدى المفتي ونور خالد النبوي ومطرب الراب مروان موسى. يذكر أن نادين نسيبنجيم عرض لها مؤخرا مسلسل صالون زهرة الجزء الثاني،